السلام عليكم، أهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنعمل مع بعض البراونيز من الحاجات اللي سهلة وسريعة، وندخل المطبخ كده 10 دقايق نكون مخلصين الوصفة بتاعتنا. ده غير كمان ان احنا كده كده ضامنين الطعم بتاعها هيطلع لذيذ جدا. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها ازاي مع بعض. المكونات بتاعتنا عندنا 4 بيضات وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، كمان 2 كوب من السكر، كوباية من الزبدة المذابة، وكوباية إلا ربع من الكاكاو الخام. كمان استخدمت كوباية من الدقيق المنخول، وكوباية من القطع بتاعة الشوكولاتة. لو مش حابين نستخدم قطع الشوكولاتة مفيش أي مشكلة، هي كده كده زيادة في الوصفة، بس لما بنحطها مع الكيك بتديلها كده قطع سايحة من الشوكولاتة فبتبقى حلوة جدا. جبت بولة وهنزل بأول حاجة السكر، بعد كده هنزل عليه بالزبدة، هنضربهم شوية الأول كده مع بعض. نسيت أقول لكم كمان في المقادير هنحط معلقتين كبار من الزيت، بتديلها لمعة حلوة، الزيت بيديلها لمعة حلوة. من الحاجات الإضافية يعني لو مش حابين تزودوهم عادي مفيش مشكلة. بنضرب بقى كل المكونات دي كده مع بعض شوية لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده هنزل عليهم بال4 بيضات وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا. بكمل ضرب بقى كويس جدا لحد ما البيض يختلط كده مع السكر والزبدة، ويبقى لونهم فاتح شوية. كل شوية بقى بالسباتولا كده بلم الجوانب علشان الخليط كله يكون بقوام واحد. هنزل كمان عليهم بمعلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان. زي ما قلتلكم القهوة سريعة الذوبان في أي كيكة شوكولاتة حطوها هتديلها طعم حلو جدا. بعد كده هنزل عليهم بكوباية الدقيق بس شوية بشوية. خلصت بقى كمية الدقيق، هادوّب الدقيق كلّه كده لحد ما الدقيق كلّه يختفي. بعد كده هانزل عليهم بالكاكاو الخام، طبعًا الكاكاو لازم نكون نخلناه قبل ما نستخدمه علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. بنحط بقى شوية بشوية كده ونبتدي نقلّب بالسباتولا، خلاص بقى بنوقّف الضرب، وبنبتدي نقلّب الخليط بالسباتولا عادي. هنحط الكوباية بتاعة قطع الشوكولاتة، طبعًا لو مش حابين تستخدموها عادي ما فيش أي مشكلة. لحد هنا الكيكة بتطلع برضه طعمها لذيذ، ما فيش أي مشكلة. باجهّز بقى الصاج اللي هادخّله الفرن أو القالب بتاعي اللي هادخّله الفرن، وبابتدي أحُط الخليط. هي بتكون سميكة شوية مش زي الكيك العادي، هي بتكون سميكة شوية، فباحاول أفردها كده بالسباتولا أو بالمعلقة لحد ما يعني تتفرد معايا بسهولة. طبعًا بادخّلها على فرن سُخن، ولمّا بقى بتخرج بابتدي إن أنا حطيت ليها شوية كده من الشوكولاتة اللي هي النوتيلا السايحة على الوش، وحطيت ليها شوية من المكسرات بالشكل ده. نخلّي بالنا في التسوية، هي مش بتاخد وقت كتير في التسوية، فيعني 10 دقايق تقريبًا. ساعة بقى ما ندخّلها الفرن بنتابعها، أول ما نلاقي خلاص الوش بتاعها من فوق كرمش كده وبدأت تدخل في التسوية، هي كده خلاص بتكون جاهزة، يعني هي بتكون طرية كده من النُص، مش زي الكيك العادي لمّا بنحط
بنحط الsteak بتطلع نضيفة، لأ، هي بيبقى فيها يعني شوية كده ما بتكونش لسه كمّلت تسويتها للآخر، هي دي التسوية بتاعتها المضبوطة، فبنخرّجها من الفرن على طول، علشان تطلع معانا طرية ما تبقاش ناشفة، يعني دي تسوية البراونيز. ده شكلها بقى في النهاية بعد ما قطّعناها كده قطع، بابتدي بقى أرصّها كلّها كده بالشكل ده. المقادير دي عملت معايا قالب 30 في 30 يعني طلّعت ليّا كمية حلوة جدًا. بُصّوا بقى شكلها حلو جدًا، هنبتدي كده نشوف شكلها كمان هافتح لكم كده واحدة ونشوف شكلها بقى من جوّه. بُصّوا بقى كده شكلها من قريب، ده بقى التسوية اللي باقول لكم عليها إن هي بتكون طرية، هي كده مش نيّة، هي بتكون طرية، فدي التسوية بتاعتها المضبوطة، ما تسيبوهاش لحد ما تنشف زي الكيكة. شكلها حلو جدًا، كمان طعمها بيكون لذيذ جدًا، يعني بجد كل قطعة يعني بنروح بقى في حتة تانية خالص كده، يعني قطعة البراونيز دي حاجة فعلًا وهمية بجد. بس بقى تسويتها مضبوطة، الكيكة طرية، وكمان لو زوّدنا كمان قطع الشوكولاتة عن كده يعني بتكون واضحة عن كده كمان، حلوة جدًا. كمان ممكن نحط ليها أي topping بقى مختلف، مش لازم النوتيلا، أنا المرّة دي فردت النوتيلا، في أشكال تانية هاوريها لكم دلوقتي زي كده، أنا حطيت ليها اللي هو بس خطوط كده من النوتيلا وشوية من المكسرات، وفي كمان عملتها باللوتس وحطيت عليها شوية من البسكوت بتاع اللوتس، يعني بنشكِّل في التزيين زي ما إحنا عايزين، أي حاجة يعني نحبها نعملها، ده كان تزيين كده سريع ليها. فردت النوتيلا فيها كده زي ما شُفتوا، فتزيينها كان سهل وبسيط. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب الوصفة النهارده تكون عجبتكم، وصفة سهلة وسريعة و10 دقايق بس هنكون مخلّصين الوصفة بتاعتنا، وكمان ضامنين طعمها إن هو هيطلع حلو جدًا. يا رب تجربوها، ما تنسوش تعملوا لايك للبراونيز الحلوة دي، استنوني في فيديو جديد على خير، شكرًا ليكم، مع السلامة.